كانت فرقتنا بداية من حسام عبد المجيد، وده اخويا بقى ومن اغلى الناس عندي ومتربين مع بعض. متيب بقى. حسام حسام. اخويا ويستاهل حسام كل اللي فيه انا ده. يعني لو هيشوفنا، انا عايز احييه من هنا على حاجه واحده بس هو عملها على نفسه، ان هو اشتغل انه يطور نفسه في حاجات كانت ناقصاه اول ما طلع. حسام بص. انا بجد ده من اللعيبه القليله اللي شفتها اشتغلت على نفسها فعلا. بص يا محمد، والله حسام هو امم. اكيد هيشوفنا عشان حسام بيتواصل معايا دايما ولسه متواصل طب معايا امبارح، طب واخويا الحمد يعني لله. الحمد لله، انا ربنا وهو يا رب علاقتي بيه يديم كويسة جدا. محبه والمعزه. وهو يستاهل اللي هو فيه، ليه؟ ان هو اولا لعيب كويس خلي ولعيب بالك احنا كبير. عايزينه. فين؟ احنا عايزينه. فين بقى؟ اهو. سيبها ماشيه، بقول لك متواصل معايا، انت عايز تخلص عليها وعليه. لا لا، لا حسام ربنا يوفقه حسام بيتواصل ويكرمه معايا هو دايما، بصراحه. وهو مرحب هو بان هو يكون في نادي الزمالك، بس اكيد يوفروا له طبعا. اللي هو عايزه. مش هو عايزه، هو الطبيعي اللي هو ايوه. بمستواه دلوقتي والعروض اللي جايه له، هو اول حاجه الاحتراف بعد نادي الزمالك لو هو عايز يمشي. فاهم. لا والله انا بهزر بس والله، بس انا هو عارف فعلا هو يستحق. انا فعلا بحترمه عشان هو فعلا اشتغل على نفسه في حاجات كتير كانت ناقصاه. اشتغل كتير. وعلى فكره آه... العين مم. كمان، العين صح. العين في المدربين. يعني انا في فتره جت علينا كان مم. عندنا 15 سنه كنا بنلعب بطولتين، مم. بطوله قطاعات وبطوله جيزه. وعلى فكرة الكلام ده ما يقلش من حسام، الكلام ده ده يعليه خالص خالص. ويخليه في اللي هو فيه ده واكتر كمان، علشان ما فيش حاجة بتيجي بالساهل. الناس ما تفتكرش اللي هو بيطلب الطلبات دي دلوقتي علشان هو لعب بالساهل والظروف خدمته، لا. حسام جت فترة عليه في 15 سنة و16 سنة كنا بنلعب بطولتين، كان في مدرب ما بيلعبوش البطولتين.